يعني هيبقى دور الكابتن وليد صلاح الفتره اللي جايه ايه؟ اعتقد ان ده عليه كلام كتير اليومين اللي جايين دول، لانه هو الراجل ده من نوعيه الناس اللي بتاخد كل القرارات بدماغها. انا ما اعرفش اتكلم على حد الا لما اشوفه. ايوه، ما ايوه دي ما صح. لسه لا انا بتكلم على الجزء اللي يعني انا انت عمال نقول يعني راجل نقول وشخصيه قويه ايه خلاص اللي يثبتها؟ احنا شفنا منه حاجه لسه. هقول لك دي إيه حاجه، اللي لا الحاجه تحب اقول ايه اللي أكملك. يثبت؟ اتفضل. معلش، لا حاجه اتفضل. كمل وانا ارد عليك. لا انا قصدي انت بتقول لي ايه اللي يثبت؟ اللي يثبت اللي هو عنده دلائل قبل كده. لا ماليش علاقه برضه، كل تجربه لا هنا بالذات في تجربه. طب ما الاهلي جاب مارتن يول، كان عندك كان عندك اختلاف على شخصيه لا مارتن لا يول. لا لا كان عندك اختلاف على قوه الشخصيه بتاعت مارتن يول في توتنهام. كان جامد جدا هنا بصراحه بالفوز والهزيمه. الله ينور عليك. عشان كده بنقول كابتن اتفضل يا كابتن. ما فيش اي مدرب اجنبي جه اشتغل في النادي الاهلي كان بيخلي حد يتدخل في صلاحياته. اوكي. انا اشتغلت مع مدربين المان ومدربين انجليزي كل واحد بيبقى قراره من دماغه، قراره من الناحيه الفنيه لكن والاداريه. لا ريبيرو مثلا يا كابتن. ريبيرو لو احنا هنتكلم عن مدربين، اخر مدرب يعني مش ريبيرو تحديدا ولكن اخر مدرب. ريبيرو لم يكن يتدخل في اي امور اداريه. يعني ايه؟ يعني مدير الكره اللي موجود هو اللي بياخد القرار في الخصم، في الايداع، في الوقف، بدون الرجوع للمدير الفني. بدون الرجوع للمدير الفني. لا هي مش، لا معلش مع احترامي لا. طب انا حتى لو بس انا عاشرت مدربين، وانا عاشرت الله يرحمه كان ثابت البطل طبعا، كان مدير الكوره طبعا، والله يرحمه الكابتن صلاح حسني كان مدير كوره طبعا، ومحمد رمضان كان عايش مدير كوره. ما حدش يقدر يتكلم عليها. دي شخصيات قويه جدا. ايوه انا بقول ما كانش بيتاخد قرار الا بعد الرجوع للمدير الفني عشان بس نكون متفقين. دي موجوده اسلام موجوده لان في الاخر هتحاسب. دي حاجه اداريا وفنيا هتحاسب. الحاجه الثانيه بخصوص حسام حسن، اتفضل. انا يمكن اول واحد في البرنامج هنا ناديت ان حسام حسن يبقى مدير منتخب مصر، المدير الفني يعني. خلاص. فالنهارده انت بتقول ان الشعب المصري لو خسر ماتش او اتنين هيقلب عليه. لا كمل. بس انا متفق معاك. انا مش بقول على حسام، على اي مدرب انا بتكلم، لكن حسام انا وجهه نظري ان هو يكمل تجربته اللي بعد كاس العالم. لا هو مش الشعب المصري، هي السوشيال ميديا. هو السوشيال ميديا هي اللي بتحرك كل حاجه. صحيح. هي اللي بتشيل وهي اللي بتحط وهي اللي بتعمل كل حاجه. فانا شايف ان حسام حسن يمشي في طريقه وما مش عايز اقول لك ينسى السوشيال ميديا والحاجات دي كلها. المباراه اللي جايه هتلاقي الاستاد مليان. احنا ما اعرفش هنلعب فين، في استاد القاهره ولا في برج العرب؟ لا استاد القاهره. هتلاقي استاد القاهره كله مليان وبيحتفلوا بالصعود لكاس العالم. فينسى بقى اي حاجه ثانيه ويركز بس في الفتره اللي جايه بالنسبه له وربنا يكرمه ان شاء الله. طيب يعني شايف نادي الزمالك ازاي يا كابتن محمد؟ والله ماشي على خطوات، يعني بدأ كويس وبعدين في تعثرات، المقاولين مثلا او وادي دجله. انا اتسالت امتى التقييم فقلت بعد 10 ماتشات. 10 ماتشات